Félix Gandhi, je vais essayer de mettre les choses en contexte clair et je vais commencer par dire ceci انه منهجيا ساعه اليوم الملتقى تاعنا موقع في بوزيسيون بيان بريسيز دو لاناليز انستيتيوشنال، يعني نبتدي نحلوا منظومه ولا نحلوا منظومه تربويه ولا منظومه رياضيه ولا سياسات. فما ثلاثه مستويات للتحليل، فما الميكرو انستيتيوشنال، فما الميزو انستيتيوشنال، وفما الماجو انستيتيوشنال. ميكرو انستيتيوشنال هو اللي نحكيو فيه بوغامون احنا من بين اساتذه ومتفقين على المشاكل والمشاغل اليوميه للعمل نتاع ليكيبمون تاع الانفراستركتور تاع الكل تاع الكومبيتون اتسيتيرا. هذا مانيش نحكيو عليه. الميزو انستيتيوشنال هو توسكي التنسيق بين الوحدات الصغيره ما بين التربيه المدنيه والسبورت سكولير والمندوبيه ولي سونتر دو بروموسيون اتسيتيرا. هذا اليوم ايضا حكينا فيه برشا ومازلنا باش نحكيو عليه، ماناش نحكيو عليه اليوم. اليوم الحوار تاعنا والتفكير تاعنا والنقاش تاعنا اللي سور البلان ماكرو انستيتيوشنال. البلان ماكرو انستيتيوشنال يحكيو فيه على الخطوط العريضه، التوجهات الكبيره وعلى الاسس اللي نحلوا ونحكيو فيه الموضوع هذايا. on se rend compte انه القطاع تاعنا ما كانش مبني على اسس صحيحه اذا كانت موجوده. نحب نرجع هو من الاول، نحب نبدا مثال يقولوا فيلسوف لوك يقول l'éducateur est celui qui ouvre lentement la scène du monde devant les yeux et les esprits des enfants. قبل كنا نحكيو على lentement، كيفاش l'éducateur ouvre lentement progressivement بشويه كنا نحكيو على الطرق، على المناهج، على المحتويات، ولكن ما كانش مسموح لنا باش نحكيو على الموند. sur quel monde sommes-nous en train d'ouvrir les yeux de nos enfants؟ شنو هو العالم اللي قاعدين ندخلوا فيهم؟ شنو هي الثقافه اللي قاعدين نعطيوها فيهم؟ شنو هو التربيه اللي قاعدين نعطيو فيهم؟ شنو هو السيرفيس اللي نعطيو فيهم؟ اليوم والحمد لله في الثوره مش نحكي سياسه، نحكي ثوره، مسموح لنا باش نحكي شنو هو العالم اللي نقدموا فيه لصغارنا، شنو هو المنظومه، شنو هي الثقافه، شنو قاعدين نعطيو لصغارنا بصفه عامه في منظومه رياضيه وفي المنظومه التربويه بصفه عامه. قلت بفضل الثوره صحيح مانيش ناخذها ثوره من جانبها السياسي. الثوره ما يكفيش انه يتيح نظام باش نحكيو على ثوره، يلزم المنظومه تتبدل باش نقولوا صارت ثوره، ودور تغيير المنظومه هو دوركم انتم ودورنا احنا. قبل كنا اونيتي كارتي، ما عندناش دي اكسبير، كان النظام ما يعترفش بالخبراء، كان ما يعطيش الكلمه الاهم للميدان، كانوا سياسيين يخموا ويوظفوا ويستعملوا القطاعات اللي يحبوا، وقطاع الرياضه كان من اكبر القطاعات اللي تم توظيفه سياسيا. اليوم نتحدى اي واحد فيكم ينجم يحكي لي على سياسه القطاع في تونس منذ 20 ولا 30 سنه. On n'a jamais eu de réelle politique du secteur sportif. Le sport a été instrumentalisé et utilisé pour des fins idéologiques باش نعملوا تصور. نحكي مع خيانا المره اللي فاتت على الشامبيون اولمبيك، حاجه اللي ما توصل لها الامم تاع كان بعد مره في القرن. تونس شنو ربحت من الملولي؟ هما ربحوا تصاور، قالوا سمعنا، واحنا شنو ربحنا؟ الشامبيون اولمبيك. اذا كان تونس ما تبيعش وراه كفاءات، ما تبيعش وراه علوم، ما تبيعش وراه برامج دي بروغرام دونترينمون، ما تبيعش وراه دي بريباراتور فيزيك، ما تبيعش وراه دي زيكول دو فورماسيون، شنو نربحوا من الملولي؟ دونك اليوم on espère بهذه التيماتيك اللي بندخلها اليوم faire une première rupture، انه نفصلوا نعملوا قطيعه ما بين تسييس الرياضه والعمل الحقيقي في القطاع هذا والتفكير الحقيقي في القطاع هذا. القطيعه الثانيه مربوطه بالاولى هي تهميش قطاع الانشطه البدنيه والرياضيه بصفه عامه. شفتوا personnellement je l'ai dit depuis 2008، شفتوا انه l'éducation physique بدا البروسيسوس نتاعها تمحيد الباك سبور et c'était tout un processus. لانه l'État considérait qu'il mettait trop d'argent في التربيه المدنيه والرياضه، التربيه المدنيه والرياضه في المؤسسات المدرسيه دي مليار، مي ما فماش رونتابيليتي ديريكت.
Donc ils se sont dit que cet argent devrait être orienté autrement. يمشي لبلاصه اخرى. تنحية الباك ستوب سيتي لو بروميير با باش تفتحها ماده التربيه المدنيه بروغريسيفمون من البرامج كان ماده اجباريه، والبروسيسيوس هذا خموا فيه في لوروب دوبي 2004 ولكن اهل الميدان وقفوا وقالوا لا وعاودوا يزون ريفورمولي ريستركتوري قطاع التربيه المدنيه والرياضه. اليوم نحبوا نرجعوا الكلمه لاهل الذكر والاهل البيت. انتوما واحنا اللي يلزمنا نسطروا ماهمش سياسيين. احنا اللي اليوم باش نحكيو على الحق في ممارسه الانشطه المدنيه والرياضيه، الحق ما يعطيهولكش السياسي، السياسي يعطيك مخططات باش يضمن لك الحق. اما الحق احنا ناخذوه واحنا نقولوه. دونك اليوم نحبوا ندخلوا في البروسيسوس، نحبوا نحيوا عقده السياسه، ونحبوا نحيوا عقده الحريه انه ناديو بالاراء اللي راهوها صحيحه وبالسياسات اللي نحبوا ندافعوا عليها، لان احنا اهل الميدان واحنا اهل الميدان. القطيعه الثالثه هي مع التفكير والحلول العاجله وباستراتيجي اكور تيرم اللي نقاسيو منها كيما المدرسين، كيما المندوبين، كيما لي زونترونور، كيما رؤساء الجمعيات، كيما السياسات. ما عادش نحبوا اليوم نحكيو على كل حال. اليوم وقت باش نأسسوا الى منظومه الون تيرم، ماهوش باش نحلوا مشاكل حينيه وظرفيه ووقتيه. تو لي ديبا اللي صارت بعد الثوره على الرياضه تبحثوها في حاجتين: اسكو نلعبوا ماتشات او يبلو، والحاجه الثانيه هي بيع الجوارات وريسامون المشاكل اللي فاتت. مش هذه الرياضه، ومش هذا اللي باش نعطيه لاولادنا، ومش هذا اللي باش نعطيه للصغار. اليوم حبينا نطرحوا الفكره هذه، فكره انه نطالبوا بتضمين الحق في الانشطه المدنيه والرياضيه في الدستور التونسي. اما اعتبارات عديده اطار الاعتبارات التربويه اللي نعرفوها، لازمنا نعرفوا انه قطاع الانشطه المدنيه والرياضيه يمثل في بلدان العالم المقدمه ما بين 1.5 و 2% من الدخل القومي الخام. في تونس يمثل 0.2%. الدوله التونسيه كانت تصرف على المواطن التونسي 9 دينارات في العام. En termes d'infrastructures sportives, d'équipements, de ressources، في فرنسا 250 € par an. القطاع هذا يمثل في فرنسا مثلا 350,000 موطن شغل. اليوم عندنا ازمه شغل في البلاد. اذا كان ما نهيئوش القطاع هذا ونحطوه في خدمه لي بريروغاتيف ناسيونال، مشاكل الوطنيه راهم شقه الهمج. اليوم احنا مدرسين التربيه المدنيه ومتفقدين التربيه المدنيه ومدربين ورؤساء جمعيات يلزمنا نفرضوا هالاعتبار، هالنظره الاقتصاديه الاجتماعيه للقطاع هذا. Il faut arrêter de le regarder comme un moyen, un secteur de propagande et de publicité politique. مانيش باش نزيد نتعرض اكثر، باش نخلي الاخوان باش نتعرضوا للدوافع الصحيه. اليوم عندنا مؤشرات خطيره برشا في تونس على الحاله الصحيه، على الحاله الصحيه تاع اولادنا وتاع اليوم نحبوا نقولوا انه راهو صحتك ما عادش تهمك برك، صحتك تهمني لاني قاعد نخلص فيها. لانه السيد اللي ما يمارسش انشطه بدنيه ورياضيه يتعرض الى عده امراض اللي تخليه اولا يعاق على العمل، ثم يستهلك كميه عديده من الادويه اللي يدفعها ندفعوها احنا. يعني صحتك تهمني على خاطر ولات مساله وطنيه، وبالتالي تستحفظ على صحتك بممارسه الانشطه البدنيه والرياضيه. Ça a été prouvé في البلدان المتقدمه. On réduit à moitié les dépenses de santé, à moitié, rien qu'en diffusant la culture de la pratique des activités physiques et sportives. Donc الباب الصحي هذا باش نحكيو فيه، ومعنا زوز دكاتره مشهورين برشا اللي جمعيات واللي ستركتور نتاعهم يسون امبليكي معنا في المشروع هذايا. باش ناخذوا زاد الجانب القانوني وسي سليم بارك الله فيه يبقى نفهم كيف كومباريزون، لانه ماهيش حاجه جديده. باش نحكيو على الكونستيتيوسيون، المغرب ريسامون دخلت الحق هذايا في الكونستيتيوسيون نتاعها، في حين انه تونس كانت طول عمرها سفاح. اليوم ولينا نحبوا نخدموا ان شاء الله on arrive à rattraper le retard. سي نبيل ماذا اللي va traiter un problème spécifique واللي من واجبنا واللي ضميرنا ما يسمحناش نغطيو عليه عينينا، كما غطينا عينينا قبل على مشاكل الديسيبلين في الليسيات ومشاكل ليغوزيون دو لوتوريتي بيداغوجيك في الليسيات اللي اليوم خذات شكل اخر. المشكله
تتمثل في انه اليوم عندنا ما بين 9 و 12 سنه صغيراتنا عندنا 15% سوفر دوبيزيتي، دو بروبليم دوبيزيتي. يعني هذو الناس باش نخبروهم ونغزروا لهم ياكلوا بالمرض بتاعهم. سي نبيل ماذا اللي على فواج من لا ريشيرش في الدومين هذايا، يفيان دو بوبليي دي زارتيكل في بيولوجي يدخل في دي اوسكار ولا يقدم هو الواحد في دي ريفيو امريكان et international de très haut niveau, et il va nous proposer de réfléchir ensemble sur une manière pédagogique et physiologique pour prendre en charge l'immunité de l'humain dans les établissements scolaires et aussi dans les établissements privés et autres. Donc, سي مهدي توا يزيد يفكرني معضله كبيره انه يقول لي عندنا نسبه 10.6% من كلامنا واخدين ديسبونس. واني من باب البيداغوجي نعطيك حاجه اخرى، اني راه كلامنا يفصحوا من حزب التربيه البدنيه ويمشيو يكونوا قدام الليسي، سا في معنى. مي كيما نقول انه الستاتيو تاع الكلوب سيفيل هو يثبت على ديبي دو 19 سيكل، واللي اليوم نحكيو على الفوتبول بروفيسيونيل، شركات تصور في مليارات وتدخل في ضرائب للواحد. اليوم مازالوا لي ستاتيو تاعنا بروفيسيونيل اللي جايين باردي سامحوني في الكلمه اماتور اون توكا اون تيرم دو ستاتيو. سا سي اون كيسيون برامج التربيه البدنيه من عام 91 من القرن اللي فات. يظهر لي مانيش باش نزيد نحسسكم بخطورته وضعيه وبجسامه المسؤوليه اللي علينا الكل. Je vais tout de suite transmettre la présidence de la première session اللي شكون فيها مداخله تاع السيد سي انور الطيب اللي هو الكاتب العام للجمعيه المولود الجديد، واللي مولود جديد نعاونوا عليكم لانه ليكم وما ينجم يخدم كان بكم انتم وما ينجم ينجح كان بكم انتم، اللي هو الجمعيه التونسيه رياضه صحه وبدن. باش يقدم لنا سي انور اهداف الجمعيه شنو وصلت لها ثم